السلام عليكم ورحمة الله. إلا عندك القرعة الخضراء أو الكوسة تابعيني باش تشوفي كيفاش غنحضر بها واحد سلطة أو المهم طبق بغيتي ديريه في العشاء أو ديريه في الغداء، راه كيجي رائع، خصوصا الناس اللي ما كيحبوش القرعة بزاف ولا الوليدات اللي ما كياكلوش هذا النوع من الخضار. يكون عندك واحد الكيلو ديال القرعة، تشريه وتغسليه مزيان مزيان مزيان، تحيدي منه التراب، تحيدي الاوساخ، تحيدي كل شيء. واخيرا كنديروه في ميها في شي بانيو ولا اناء ونديرو فيه شويه الخل، واحد 2 دقائق ولا 3 ونحيدوهم. كناخد هذيك الكوسه او القرع الاخضر وكنقطعوه كما كتشوفوا على هذا الشكل. كيف كتشوفوا القريعه راه صغيره وفتيه وخضراء، شهوه منها. ملي نكملها في التقطاع غادي ناخذ واحد المقلاة ونوضع فيها زيت الزيتون، الا ما كانش عندك زيت الزيتون حاضر فزيت المائده او زيت نباتيه كافيه. كنوضع هاد القطع ديال القرعه في المقلاة في الزيت ملي سخن ليا، وكنحركها مزيان، نديها ونجيبها، يعني كنصوطيها مزيان مزيان حتى كتحمر من الفوق ومن التحت. كنبقى نقلب فيها طبيعه الحال حتى كتبان ليا بدات كطيح. كناخد 4 ديال الفصوص ديال الثوم وتنحكهم في الحكاكه صغيره يكون العوينه ديالها رقاق، وكنخلطها مع القرعه باش تبنن مزيان. النسمه ديال الثومه تتجي زوينه وكتواتى مع القرع الاخضر او الكورجيت. كنحرك مزيان باش هذيك التويمه حتى هي تنسجم ليا مع هذاك القطع ديال القرعه ديالنا. كما كتشوفوا راها بدات كتحمر. كنضيف القزبر والمعدنوس اللي انا عندي مقطعاهم ومصوباهم في المجمد باش تجيني الوصفات سهله. كنكون موجده ضروري المعدنوس والقزبر مقطعين ومخزناهم في المجمد. كناخذ القياس ديالي حتى هو كنضيفو. كنضيف لي طوماط سوريز اللي كنكون قطعتهم على 2 وخليت واحد العدد قليل هكا تصين ما قطعتوش. هاد لا طوماط سوريز راها عجيبه جدا لانني كنستعملها بزاف في الحريره، كتحمض الحريره احسن من المطيشه الاخرى الكبيره وكتجي لذيذه بزاف. حتى هي كنخليها حتى كنحس بها بدات كطيح. كنضيف شويه ديال الملحه. بالنسبه للتوابل كما غادي تشوفوا غادي نضيف البابريكا قياس عين في ميزانك، حميره يعني. كنضيف شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود. كنضيفوا شويه ديال الزنجبيل مطحون او السكينجبير. ممكن تضيفي حتى شويه ديال القزبر يابس يعني حبوب ومطحون شي ملعقه منه. والكمون اللي بغى يديرو دابا راه يديرو، انا بغيت نخليه باش يبقى حتى هو كيتحرق، كنبغي نحافظ عليه باش يبقى النسمه ديالو حتى الاخر عاد كنضيفو. المهم كنحرك المقيله ديالي، كندي ونجيب، واللي لتحت كنديرو الفوق واللي الفوق لتحت باش كينسجموا ليا هاد العناصر. كيف كتشوفوا الزويته راها كتبقى قياسها، ما كنكثرش بزاف منها، ما كنضيف لا ماء لا حتى حاجه، غير الميها ديال القريعه والميها ديال المطيشه. وهكذا ملي كنطفي على المقيله ديالي كنضيف شويه عصير الحامض البلدي وكنضيف شويه ديال الكمون وفي الاخر شويه ديال الربيع طري حتى الاخر كنزين به، كيجي رائع. ديك الساعه نقدمها
وبالصحة والراحة. واللي عجبو الفيديو يدير لايك واشتراك ويفعل الجرس.